لو بتورد شغلك لتاجر جملة كبير او موزع، فخليني اقول لك انك بتقتل مصنعك على المدى الطويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جملة اكسبريس. احنا هنا بندعم اصحاب المصانع ان هم يسوقوا احسن فيبيعوا اكتر، ويحددوا المشاكل اللي عندهم في المصنع بتاعهم، ونبدأ نحط ايدك عليها عشان تعرف تحلها وتعرف تتوسع بشكل امن وسريع. لو حضرتك صاحب مصنع صغير او ورشة صغيرة وبتورد شغلك كله لتاجر جملة او موزع، فخليني اصدمك واقول لك ان حضرتك بتخسر، وعلى المدى الطويل بتموت البيزنس بتاعك، وهقول لك ليه بالتفصيل. اولا، التعامل مع تاجر واحد او اتنين بيخلي التاجر هو الملك الفعلي للنشاط بتاعك، وبيخليك دايما تحت رحمته. هو اللي يقول لك هات او ما تجيبش، عايز او مش عايز، ويقدر بكل بساطة يحرق عليك السوق وما تعرفش تنزل بضاعتك عند حد تاني. الفكر ده ممكن تقول عليه قديم شوية او كلام فاضي، ولكن دي الحقيقة حتى لو حاولت تهرب منها او تثبت عكسها. كل شخص بيسعى لمصلحته الشخصية، ومش مهم مصلحة الشخص الآخر، وخصوصا لو مصلحتك دي هتضر مصلحته. ففي الحالة دي هتلاقيه يتحول من صديقك لعدوك، ويحاول يغرقك بأي طريقة. مثلا أعرف شخص قرر إنه يجيب منتج معين من الصين، وراح عرف المستورد اللي كان بيشتغل معاه إنه هيجيب المنتج الفلاني من المكان الفلاني من فلان الفلاني في الصين، والناس دي معروفة. فقام المستورد ده اللي هو حبيبه وشخص اشتغل معاه أكتر من سنة، يعني كذا سنة شغالين مع بعض، وكان دراعه اليمين في المنطقة اللي هم شغالين فيها، قام رايح موصي على شحنة كذا ضعف الشحنة اللي صاحبنا طلبها من الصين، ومن نفس التاجر ونفس المنتج بنفس المواصفات. كل ده عادي. المفاجأة بقى واللي مش عادي انه نزل الكمية دي او نزل البضاعة دي في نفس المدينة اللي صاحبنا المستورد الصغير عايش فيها، وكان حاطط امله انه يبيع فيها البضاعة دي كلها، ونزلها قبله ب 12 يوم تقريبا، فحرق عليه السوق بكل سهولة. حتى لو ما كسبش من الطلبية دي رغم انه كسب، ولكن حتى لو، فهو في الحقيقة قتل منافس قبل ما يبدأ. وده بالظبط اللي التاجر الكبير هيعمله فيك قبل ما تبدأ تنافسه، عشان هو عارف ومتأكد انك لو نافسته هتضر مصلحته هو الأول واحد. فركز وخليك واخد بالك. ثانيا، طول ما انت شغال تحت السلم هتفضل تحت السلم، دي حقيقة لازم تتيقن منها. عشان تكبر محتاج مساحة تكبر فيها، والمساحة تحت السلم دي ضيقة جدا ومش هتكبر فيها. طبعا تحت السلم اللي اقصده اللي هو انك مشغال بدون ورق، في حين ان السجل التجاري هو شهادة ميلاد البيزنس بتاعك الحقيقية، واللي من خلالها تقدر تعمل شراكات وعقود طويلة الامد مع موردين وعملاء وتاخد امتيازات محترمة جدا. والموضوع ده لو عملته بشكل قانوني صدقني انت اللي هتكسب، وانت اللي هتقدر تشتغل في النور وتكبر البيزنس بتاعك كل سنة عن السنة اللي قبلها. النقطتين دول مهمين جدا 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 انك تركز عليهم وتحلهم وتنفذهم بكل الطرق والوسائل عشان تقدر تكبر البيزنس بتاعك. احنا في جملة اكسبريس هدفنا ان احنا نساعد اصحاب المصانع ان هم يكبروا المصانع بتاعتهم، ونوفر لهم طرق افضل للبيع والتسويق من خلال توفير متجر الكتروني على جملة اكسبريس، وفريق دعم متخصص في التسويق الالكتروني يقدروا يساعدوك في كل وقت. حضرتك مهتم بجملة اكسبريس او مهتم بانشاء متجر الكتروني تقدر تتواصل معنا. ولو حضرتك صاحب مصنع وغير مهتم بانشاء متجر الكتروني دلوقتي، تقدر تدخل معانا على جروب رواد الصناعة جملة اكسبريس على الواتساب، وخلينا نتناقش اكتر ونوضح المشاكل بتاعتنا بشكل اكبر ونحاول نحلها واحدة واحدة. وتابعنا هنا عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.